هذه الوصفة أنا اخترعتها وراح تصير ترند وتكسر الدنيا بالتيك توك. وصفة لوكو حمني راح تنسيك الوصفات التقليدية اللي تاكلها كل يوم، لازم تسويها وراح تدمنها. شوف اللذاذة. واه هلا والله بلعوة. اول شيء صحن، في الصحن 1 كيلو جرام من اللحمه المفرومه، وحبتين من البيض، امان، وملعقه واحده من البصل المجفف، وملح وفلفل اسود، وربع كوب حليب، وميكس. وبعد ما صارت معنا عجينه بهذا الشكل نبدا نشكلها زي كذا، ونجيب الشوايه اللي اخذتها من السيف جرير اديسون ونشغلها ونحطها على درجه حراره 220، وندهن القاع بالزيت. وبعد ما كورت اللحمه بهذا الشكل راح انزلها في الشوايه وافردها بهذه الطريقه لما تنفرد معنا بهذا الشكل. اول ما صارت معنا بهذا الشكل نقلبها على الوجه الثاني بهذه الطريقه، وكذا صارت جاهزه معنا شرايح اللحم. نحطها على جنب غاز، وعلى نار متوسطه نحط الطاوه، وفي قاع الطاوه ضفت شويه زيت. وبعد ما احتر معنا الزيت نضيف ثوم مهروس، وملعقتين كبيره بصل مجفف او بصل ابيض مقطع على صغير، ولما صار لونه ذهبي، وملعقه كبيره من الخردل والكاتشب وصويا صوص وورشستر صوص وميكس، ونص كوب من كريمه الطبخ او كوب حليب عادي، ورشه فلفل اسود وملح حسب الرغبه، وميكس لين ما يصير معنا الصوص لزج. ونحط الطاوه على جنب، طاوه صغير، نقطتين زيت، وننزل حبه البيضه. صحن عندي هنا رز مسلوق نقلبه في الصحن، وكذا بعد ما قلبت الرز ننزل شرايح اللحمه اللي سويناها فوق اللحمه، ننزل الصوص اللي سويته، واخر شيء نحط البيضه. وهذه النهايه. هذه الوصفه انا اخترعتها مع انطباع مكسيكي وهندي، ميكس عظيم. اذا طفشت من الاكلات التقليديه لازم الوصفه هذه اللي اخترعها مني تجربها، لذيذه وتشهي. جربوها وبالعافيه عليكم.